اهلا وسهلا بكم حبايب قلبي، انا هيام حسن ودي قناتي، وان شاء الله اقدم لك كل ما هو جديد من وصفات سهله وسريعه. لو انت اول مره بتشوفيني دي علامه الاشتراك بالاحمر وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل يوم طالع ترند جديد. يلا بينا النهارده نجرب مع بعض صوابع جيجي اللي عامله قلبان وب 750 جنيه، وهي تقريبا مش هتكلفك من 20 ل 30 جنيه. سهله وبسيطه ومش هتاخد منك وقت خالص ولا كمان مقادير. يلا بينا نسمي الله ونبدا في الطريقه على طول. اول حاجه معايا كوبايتين من الدقيق، هنزل عليهم بربع كوبايه من السمنه على الزيت، طبعا احنا مسيحينهم على النار، وهبتدي ابسهم كويس قوي مع بعض زي ما انت شايفه كده. بعد كده هنزل بنص كوبايه، نص معلقه من الخميره الفوريه، معلقه صغيره، ربع معلقه من البيكنج باودر، معلقه صغيره من السكر، معلقه الشاي يا جماعه، خلاص رشه من الفانيليا وكمان رشه من الملح. نقلبهم بقى كويس مع بعض. بعد كده معايا نص كوبايه من الميه، هبتدي اعجن بيها. هي خدت معايا نص كوبايه من الميه بالظبط، ممكن تاخد معاكي كوبايه الا ربع، ممكن تاخد نص كوبايه ومعلقه على حسب نوع الدقيق بتاعك. نستبعد بقى المعلقه خالص ونبتدي نعجن بايدينا. هنعجن بقى عجن حلو قوي لحد العجينه ما تنعم معايا خالص وتبقى طريه زي ما انتم شايفين كده. تاخد معاكي تقريبا من 5 دقايق ل7 دقايق. خلاص، هي اخدت معايا 5 دقايق عجن بالظبط. كنت وصلت للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، 5 دقايق بالظبط جت معايا عجينه ناعمه وطريه. هوريكم شكلها دلوقتي، بصوا. نغطيها بقى بستريتش راب او بكيس تلاجة ونسيبها تخمر لمده ساعه. هي طبعا مش هتخمر قوي لان احنا مش حاطين خميره كتير. ساعه بالظبط وهنبتدي نشتغل فيها. بعد الساعه دي شكل العجينه بتاعتنا. عجينه ما شاء الله خمرانه ومخدومه كويس قوي. ابتدي بقى افرش المفرش السيليكون بتاعي، وبعد كده اقطعها لكور صغيره عشان تبقى سهله عليا في التشكيل. كور صغيره، كل ما صغرتي الكوره كل ما كانت سهله معاكي في التشكيل. لو كبرتي هتبتدي تضايقك وكمان هتطلع حجمها كبير. خلاص، كوره كده حوالي من 20 كده ل25 جرام. كده خلصت الكميه بتاعتي. اغطيها بقى بكيس تلاجة، واخد بقى اول واحده خالص احنا فردناها مع بعض، وابتدي افردها كده بايديا من جوه لبره، وبعد كده بالنشابة او بالعجلة بتاعتي اكمل فردها. عايزينها تبقى رقيقة خالص عشان لما نلفها ما تبقاش سميكة، وكمان عشان تبقى مقرمشة. ابتدي بقى كده اجيب قطعة البيتزا واقطعها 4، وبعد ما اقطعها 4 ارجع اقطعها 8. يا رب الشكل يكون واضح ويكون سهل عليكم. يلا بقى نبتدي نشكلها. بصوا التشكيل سهل جدا، من بره كده بصباعي لجوه الفها زي شكل الكرواسون بنفس الطريقة. شكلي بقى كل كمياتك بنفس الطريقة، سهلة جدا مش تاخد معاكم وقت خالص. معايا بقى هنا كده على جنب شوية من المية، مية عادية خالص من الحنفية. ابتدي ادهن كده الطرف واكمل بقى لفة عشان تقفل، عشان ما تفتحش منكم في القلية. وهرصها على حاجة. دي كده الكمية بتاعتي كلها بعد ما خلصت. يلا بينا بقى على المرحلة التانية. معايا طاسة كده على النار فيها شوية زيت كده حلوين، وهبتدي انزل. انا الزيت هنا دافي، هرص الاول وبعد كده هروح معليه النار. احنا هنشتغل على نار متوسطه يا جماعه، يعني لا نار عاليه ولا نار هاديه. بصوا اول كده ما ابتدت الزيت يسخن معايا حلو، ابتدى بصوا تطلع كده لفوق كده. العجينه بتاعتك ناجحه معاكي زي كده، زي عملة الدوناتس كده. لما بنيجي نعمل الدوناتس ويطلع كده على وش الزيت، تعرفي كده ان العجينه ناجحه معاكي. اول ما تاخد معاكم اللون القمر ده على طول هنطلعها، وهننزل بيها على طول في الشربات. اي شربات بقى عندك، خفيف متوسط، او لو حابه ترصيها وترش عليها عسل كده بالمعلقه بسيط زي ما تحبوا خالص. تقدروا برضو تنزلوها وهي سخنه على طول بسكر وقرفه مع بعض. ده كان شكلها. حطيت في النص كده شوكولاته نوتيلا زي ما بيقدموها بالظبط. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم الفيديو جاي. لو متابعينا على الفيس تعملوا فولو الصفحه.